السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الا بذكر الله تطمئن القلوب. عملنا بقى النهارده السمك المشوي ده، عملناه في البيت بطريقه سهله وطريقه بسيطه. وعملنا جنبه كده البسارية. بصوا احنا عملناها محدقناها، وعملناها قبل كده في طاجن، وعملناها في صينيه، ودي مقليه. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. بصوا اهي. وعملنا بقى سلطه، وعملنا بقى رز بس على النار 5 وكان هيتغرف. يا رب لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا وتعملي لي شير او لايك. ويلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. وبشكر كل المتابعين الجداد اللي دخلوا على القناه بتاعه اليوتيوب، بشكركم. حبايب قلبي ربنا يسعدكم. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. معايا هنا بسارية، شلت منها كده الراس والبطن بتاعتها. معايا ده بوني كده صغير اهو. اهي شلت برضو نفس النظام الراس والحاجة بتاعته. غسلته بقى ونقعه كده في ميه. هعصر عليه ليمون، مش هحط عليه خل عشان الخل ما يهروش. هو بس عصرتين ليمون كده واشطفه شطفه كويسه وايه، وفي المصفى كده وهصفيه. معايا هنا سمك بلطي. انا كنت هقليه بس غيرت رايي بقى، قلت لا انا هشويه اهو. بغسله معايا كده وبنضفه اهو. ما شاء الله الحجم بتاعه كبير اهو. انا كنت هقليه بصراحه بس رجعت في رايي يعني. اهو بصوا ما شاء الله. بصوا ونضفت الخياشيم بتاعته كده، بيبقى فيها ترابه او بيبقى فيها حاجات تنضفيها كده معاكي عشان ايه ما يبقاش فيها اي حاجه. ويكون القشور بتاعته لسه عليها اهي سبتها بقى عليه عشان تحميه شويه. هغسله برضو واشطفه شطفه كويسه. وهنشوف بقى هنحضر له التتبيله بتاعته ازاي وهنعمله مع بعض. يلا بينا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. معايا بقى الحشوه بتاعت السمك عشان احنا فاتحين البطن بتاعته. انا ما بشويش بالبطن بتاعته، انا فاتحه البطن بتاعته. معايا ليمون، معايا جزر كده هبشره، معايا طماطم، معايا بصلتين كده متوسطين، فلفل اخضر، فلفل احمر رومي، فلفل حامي، شبت وكزبره. معايا هنا توم جاهز. معايا هنا هريسه شطه. وطبعا الخل. هخرج بقى الخضار ده بخريط كده وابشر الجزر ونعمل مع بعض التتبيله. قطعت بقى معايا الخضار، الجزر بشرته والكزبره والشبت والفلفل الحار والفلفل الرومي والطماطميتين والبصل، ودي نص ليمونه كده مكعبات وفلفل احمر. وهنا بقى معايا التوم وهرسة الشطه وفلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل حامي وشبت برضو وكزبره وليمون والخل اهو. دول بقى في الكبه هينضربوا. يلا بينا نضربهم ونرجع لكم. ضربت بقى الثوم والفلفل والخضره والحاجه اهي وهرسة الشطه كله اهو ضربته في الكبه والخل والليمون. معايا بقى هنا التوابل: ملح، كمون، كزبره ناشفه، معلقه من بهارات السمك دي بتجيبها من اي عطار، شويه كده صغيرين من الكركم، شويه صغيرين مش حابه تحطوهم براحتك. كمون وكزبره ناشفه وبهارات السمك وملح. طبعا بهارات السمك بترمي وشويه من الكركم اهو. لو في بقى كرفس عندك حطي. وهدلك بقى الخلطه دي كلها كده مع بعضها اهي. طبعا الخضار اللي احنا عملناه اهو انا قلبته، خدت نصه وحطيت نصه في بوله تانية اهو. هاخد معلقه كده كبيره اهي احطها على الخضار ده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلبها. دي اللي هنحشي بيها ايه؟ قلب السمك. دي اللي هنحشي بيها قلب السمك. وهنا بقى بقت الدقه دي هاخد منها دي معلقه، 2، 3، 4 اهي 5. طبعا ايه الكبه اهي البواقي اللي فيها انا ما كبتهاش، انا حطيت عليها ميه زي ما انتم شايفين كده وهنزل بيها اهي. يبقى كده عملنا ايه؟ الدقه بتاعه السمك اللي لما يخرج بقى بعد ما نشويه هنحطها فيه اهي. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. جزر بقى وليمون وطماطم وبصل
وفلفل حامي. هدوق بس الحدق بتاعها. عايزه نص معلقه ملح، هبقى احطها له. وهنا معايا دي برضه هدوقها عشان لو محتاجه ملح، محتاجه اي حاجه، نبقى محيقين بطن السمكه من جوه، متبقاش ايه دلع معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. احط لها بقى كمان نص معلقه كده من التحديقه كده. معايا بقت مظبوطه خالص. هشطف بقى السمك شطفه حلوه واصفيه، ويلا بينا بقى نكمل بقى الخطوات مع بعض. معايا بقى هنا السمك اللي هو البربوني ده الصغير ده، وادي البسارية. بعد ما شطفتها وغسلتها كويس جدا، بقت التتبيله هنزل بيها هنا اهي، وهقلبها تقليبه خفيفه خالص، لان انا ده ممكن اعمله في صينيه او ممكن اقليها على حسب بقى ما انا هستخدمها ازاي. مش هقلبها بقى ايه جامد عشان ما تسهرش مني. كده السمك بقى معايا اهو. هنحشي بقى من الخلطه اللي احنا حشيناها كده مع بعض. الخلطه اللي احنا عملناها اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. وهنا بقى عندي صاج كده اللي بيدخل الفرن، دي رشه ملح على فكره، عشان ايه لو الرده يعني هتلزق ولا حاجه، خايفه السمك يلزق، رشه ملح ورشه رده كده اهي قبل ما نعمل السمك. وهناخد بقى السمك كده في الرده اهو زي ما انتم شايفين كده. حاجه تكون غويطه كده معاكي وواسعه، واضغطي كده خليها تحمل ايه من الرده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو في حته فاضيه كده رشيها انت كده، سواها بايدك. هكمل بيها الكميه زي ما انتم شايفين كده. هنعيد واحده تاني، نحشيها كده مع بعض كده اهي، ونرجع نحطها في الرده. نحط واحده تانية كده اهي في الرده اهي، هنحطها كده ايه يعني الاتنين خلوهم ايه عكس بعض، يعني دي رصه كده ودي الراس بتاعتها كده. ولو في حته برضه مش واخده من الرده رش انت عليه. هخلص بقى الكميه وهدخلها الفرن، ولما تخرج بقى نشوف هنعمل فيها ايه. البسارية بقى والسمك الصغير، بصوا هنا دقيق على نشا، وطبعا ملحته شويه من الملح، شويه من الكزبره، شويه من الكمون. حابه بقى تحطي انت اي توابل براحتك اهي. تكون الدقيق ياما كده معاكي والنشا، وتقلبي كده اهو اهو. بصوا ما شاء الله اهي اهي على مصفى بقى كده اهو. وهنفضي منها ايه كده اهو كل اللي عملناه، اللي اتبدر معانا اهو اهو تطلع معاكي كده. هقلبها في الزيت والسمك في الفرن بيتشوي، ولما اخرج بقى الحاجات دي هوريها لك. ننزل بقى بالسمك كده اهو مبدرينه مع بعض. يعني المشكله ان البسارية رفيعه بس شغاله، يعني المفروض كنت عملتها صينيه. انا دي البسارية اللي كانت فاضله من المره اللي فاتت اللي انا كنت محدقاها، حطها في الفريزر بصراحه. هنقلي بقى اما اخلص هخرجها واوريها لكم بقى. حطوا بقى كده في الدقيق زي ما انتم شايفين كده اهو، وبتقلبيه بالراحه كده. البسارية اهي او اي سمك معاك رفيع، بصوا من تحت لفوق اهي اهي، بصوا عامل ازاي. وبعدين بنحطه بقى في المصفى كده اهي، اي مصفى كده بتنزل البواقي اللي فيها اهي، تعمل تهز كده فيها تنزل اي دقيق، وبنقلي على طول. وبقى السمك معايا المشوي طلعته اهو، هنقلبه تاني على الجنب التاني اهو كده. نجيب بقى معلقه، نجيب اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تاني بقى تقلبيه على الجوانب على الراس كده اهو لحد ما ايه ما يستوي معاك. دخلوا بقى الفرن يكمل سوا وارجع لكم. معايا السمك بقى اهو بيتحمر، بصوا ما شاء الله اهو. متفتش عليه عشان ايه ما ينشفش منك اهو. هنطلع بقى المقله ونحط غيرها لحد ما نخلص كده. بقى معايا السمك اهو بعد ما خرج من الفرن، بسم الله ما شاء الله اهو. حطه بقى في الميه بقى اللي هي بالدقه بتاعته كده اهي تحديقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نغطسه كويس قوي عشان يشرب من التتبيله دي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطه بقى في اطباق كده غيرها. بسم الله. بصوا ما شاء الله مستوي وفي البيت، لا تشوي بره بقى ولا حاجه اهو. هخلص بقى الكميه كده وارجع لكم.